إذا كانت عندك عملية قيصرية واحدة، هناك دي كونديسيون لازم نحترموهم باش تقدر تولد المرة الجاية طبيعيا. أولا المدة بين القيصرية والحمل القادم يكون على الأقل عام فما أكثر. بونجور دو روتور، نعاودوا نصحوا بعض الأخطاء الشائعة، هذا الخطرة الأخطاء اللي تخص العمليات القيصرية. خطأ علاه؟ لأنه إذا قارنا الولادة الأولى بالعملية القيصرية الأولى راح يكون تعب تقريبا متساوي، لأنه في الولادة الطبيعية راح يكون عندنا ليبيزيوتومي ولا الخياطة اللي من تحتها، وفي العملية القيصرية عندنا الخياطة. بينما في الولادات الطبيعية كل ما يروح كل ما تسهل، يعني امرأة اللي تولد طفل تحت الثالث ولا الرابع راح تستخدم طريقة عادية جدا، بينما الولادة القيصرية كل ما تروح كل ما يزيد الشدة تاعها، كل ما يزيد الصعوبة تاعها، كل ما يزيد التعب تاعها بعد الولادة. خطأ الولادة القيصرية الطبيب وحده اللي ديسيدي كيفاه تكون كاينة، بصح بصفة عامة ونتحدث على نفسي شخصيا ما كانش ولادة قيصرية للمرض اللي دموضيها، وإنما الطبيب وحده اللي عنده القدرة أنه يبوز الانديكاسيون تاع اون سيزاريان في حالة أنه ماهوش حاب يغامر بالأم والجنين. مثلا اون بريميسياج، الوحدة الأولى الحمل ديالها الأول ويجي قاعد، هذه يستلزم لنا قيصرية. ثانيا ان غرو بيبي، لانه هناك ريسك لو كان نزيدوه عند لا مامون انه نديروا لها اما تمزقات حاده في المهبل تروح حتى لانوس، ولا نقدروا نديروا دي ديغا عند لو بيبي، نكسروا له يده، نديروا ايلونغاسيون دو بلكسيس براكيال، يعني نديروا له شلل في الذراع، هذه لازم لها قيصريه. هذو مثالين. خطأ، لأنه دوكا يعتمد في الحقيقة على طريقة إجراء العملية، لأنه دوكا على حساب بعض الجراحين نحبطوها لا سيكاتريس نصغروها والخياطة تدار من الداخل، معناها الندبة تقريبا تعود ما كانش. وفيما يخص ترهلات البطن هذا يعود للمرأة وبس. إذا بعد ما نكمل العملية القيصرية لازم تبدأ تزير كرشها وتبدأ تنقص كل ما هو بات العجائن، تبدأ تزير كرشها كما نقولوا بالدارجة، تبدأ تحط حزام اون سانتور افان كو تقدر تزير كرشها بور نو با غاردي هذا الترهلات. ماشي خطأ وماشي صحيح. لماذا؟ إذا كانت عندك عملية قيصرية واحدة هناك دي كونديسيون لازم نحترموهم باش تقدر تولد المرة الجاية طبيعيا. أولا المدة بين القيصرية والحمل القادم يكون على الأقل عام فما أكثر، زائد هناك دي كونديسيون أنه البيبي لازم يكون براسه متجه للأسفل، الحجم تاعو يكون طبيعي، ولازم يكون ما نقدروش نديرو ان ديكلونشمون دو ترافاي، يعني العمل ولا الطلق ينطلق وحده، سينو راح نضطروا نديروا عملية قيصرية. أما في حالة عمليتين قيصريتين فما فوق، هذا يقتضي عملية قيصرية إجبارا ولزوما. مفهوم صحيح نسبيا. لماذا؟ لأنه يعتمد على طريقة عمل الولادة القيصرية والظروف اللي انعملت فيها، زائد الجراح اللي قام في العملية القيصرية. علاه؟ لأنه هناك بعض من العمليات القيصرية اللي يديروهم نساء ويزيدوا الأول والثاني والثالث وما يحبسوش. هناك عمليات قيصرية قليلة مي واردة تسبب التصاقات، وهذه الالتصاقات ليزاديرونس تكون سبب في عدم القدرة على الإنجاب مرة أخرى. في الحقيقة وللأسف صحيح. لماذا؟ لأنه أثناء الولادة الطبيعية هناك ارتخاء لعضلات المهبل اللي قادرة بعد الولادة بعدة أيام ولا عدة أشهر تولي الحالة الطبيعية، كما قادرة ما توليش الحالة الطبيعية وتعود عندنا اتساع في المهبل، مما قد يؤثر سلبا على العلاقات الحميمة في حياة المرأة. بينما الولادة القيصرية تحافظ تماما لأنه ما كانش مشاركة المهبل في الولادة. Vérinal, notre priorité, la qualité.